Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. النهارده داي 1 والصراحه كنت متحمس جدا طول اليوم. الجو كان وحش جدا، برد وتلج، نيجاتيف 16. كل حاجه بتقول لك اقعد في البيت، بس خلاص بقى يعني طالما بدات يبقى لازم اكمل. دخلت الجيم وانا متحمس جدا وحاسس ان عندي طاقه، لو في قدامي عماره ممكن ابنيها. شويه تسخين من وحي الخيال، وبعدين قلت اجرب واحده تشين اب، قلبت مراجيح مولد النبي. بس اتفاجئت ان الاوزان تقيله جدا والفورم رايحه في 60 ده. كل حاجه حاسسها اصعب مما كنت متخيل. قلت اديها واحده ايجو ليفتنج، مش فاكر، تقريبا كنت شايل 2000 كيلو. بدأت جامد قوي بس الاستامينا في الضياع، وده كان محبط كده بصراحة. بس قلت لنفسي مش مهم البداية على قد ما المهم هتخلص ازاي. بس في نفس الوقت كنت قلقان، بسأل نفسي ليه عملت كده يعني. حتى ممكن اصور اسبوع وبعد كده اشوف الدنيا عاملة ايه وبعد كده انزل ولا ما انزلش. عملت شوية جمبات وبجد كنت تعبان قوي. في لحظة جت ما كنتش عارف اتحرك، بجد كنت قاعد بفكر هروح البيت ازاي. خلصت التمرين ودي بجد بتبقى اسعد لحظة في اليوم كله. رجعت البيت، طبخت شوية، شربت بروتين شيك بطعم عقوق الوالدين، وكنت محتاج اعمل شوية ريكفري. ده كان داي 1 وبكرة داي 2.